ده انا كنت بقول لكم معلومات من قلب المعسكرات. و وأنا عايز أخرج وهي بتزُق عشان تيجي لي. مجنون الزعيم بيقلده وعايش بشخصيته. ومعجبة حسين فهمي بلغت عنه وقالت إنها متجوزاه. ومجنون أم كلثوم وقعها على المسرح. أما مجنونة كريم عبد العزيز هددته تأذي مراته. مجانين النجوم مش هتصدق عملوا إيه. معروف عن الفنانين إنهم في كل زمان ليهم معجبين مجانين بيهم وبيحبوهم، وحكايات هوسهم بالفنانين ما بتخلصش، لدرجة إن في منهم اللي وصل للسجن. مش بس كده، ده كمان كان في منهم بيتهجموا على الفنانين على المسرح عشان يقدروا يوصلوا لهم. طب يا ترى ايه أغرب حكايات هوس المجانين بالفنانين؟ البداية مع مجنون الزعيم عادل إمام، واللي من كتر هوسه بيه بقى بيلبس زيه ومقلد شكله بالملي، وعايش بشخصية الزعيم ورافض يعيش بشخصيته، لأنه زي ما بيقول إنه كان عايز يكون حاجة من روح وشخصية الزعيم، وبقى يقلده في حركاته ومشيته وطريقة كلامه، حتى في طريقة تسريحة شعره. وقال مهووس الزعيم: أنا شبه عادل إمام في الشكل والروح وطريقة الأداء، من زمان وأنا مشهور بكده، والناس كلها قالت لي كده، ولقيت ردود فعل كويسة، وأنا بقالي مدة طويلة موجود في الوسط الفني وعملت شغل على قنوات واستضافوني في دبي وجالي شغل. أنا بحب أشوف نفسي عادل إمام وما بحبش أشوف نفسي، وأحب أكون من ريحة عادل إمام. أما الفنان أحمد فهمي فكان ليه نصيب هو كمان من هوس مجانين الفنانين، فسبق وكشف إن كان في معجبة تواصلت معاه وهددته، وكانت بتجبره إنه يتكلم معاها، ولما كان بيرفض كانت بتهينه وبتشتمه. وقال إنه كان بيخاف منها فعلا لأنها كانت بتلاحقه في كل مكان. وقال أحمد فهمي عن التهديد اللي تعرض له منها: مرة كان في واحدة كنت بخاف منها، كانت بتقعد تبعتلي على واتساب: رد يا ابن كذا، وكنت بخاف اعمل بلوك لا ترمي عليا ميه نار. ومره رحت مسرح مصر لقيتها بتقولي بص فوق وبتشاور لي، ومن ساعتها وهي بتقولي رد يا ابن كذا ارد على طول. وعلاقتي بيها فضلت كتير، كان حب تحت التهديد. كمان الفنان حسين فهمي كان ليه نصيبه من هوس مجانين الفنانين. ففي مرة اتفاجأ حسين فهمي إن في واحدة مقدمة فيه بلاغ في اسم الشرطة، وقالت إنه جوزها وإنه اعتدى عليها بالضرب. وأول ما دخل حسين فهمي اسم الشرطة جريت عليه المعجبة وفضلت تبوس فيه قدام الكل في الاسم، وعملت كل ده عشان بس تعرف تقابله. أما الفنان كريم عبد العزيز فكانت مصيبته أكبر مع المجنونة بتاعته، لأنها عطلت جوازه فترة وكانت بتهدده إنها هتضرب مراته لو أصر يكمل الجوازة، وكان خايف طبعا على مراته جدا، وده اللي خلاه يأجل جوازه وبلغ الشرطة عشان يطلب الحماية منهم وعشان يقدر يتجوز من غير ما يخاف على مراته. حتى فنانين الزمن الجميل ما سلموش من هوس المعجبين، فكان للفنان الراحل محمد عبد الوهاب معجب عراقي كان بيجي مخصوص للقاهرة عشان بس يشوف عبد الوهاب لمدة 5 دقايق، وكان بيعمل ده على طول ومن غير ما يزهق أو يمل. وكان معلق صور عبد الوهاب على كل حيطان بيته في العراق، وكمان كان بيحضر له نوع خاص ومميز من البلح اللي بيحبه عبد الوهاب. كوكب الشرق أم كلثوم هي كمان وقعت في فخ هوس وجنون المعجبين. ففي مرة في حفلة ليها في باريس على مسرح الأولمبياد سنة 86 كانت بتغني أشهر أغنية ليها وهي الأطلال، وبمجرد ما قالت: هل رأى الحب سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا، جري عليها معجب ومسك رجليها وعايز يبوسها. وطبعا الست حاولت تفلت منه وشدت رجليها لدرجة إنها وقعت على المسرح قدام كل الجمهور. فيا ترى مين أكتر قصة فيهم صدمتك؟